السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم، قناة أستاذ مصر الأول محمد كريم. طبعا لسه خارجين من مباراة مصر والسنغال. طبعا التشكيل كان زي الزفت، ومش عارف أنا الكابتن حسام حسن الصلعاوي آه، نازل بيدافع ليه بنفس الطريقة؟ هي ليه الدفاع ليه؟ وبعدين انت يعني خرج فتوح. ليه بيخرج فتوح؟ خرج فتوح ونزل لي تريزيجيه. طب عمل ايه تريزيجيه؟ ما عملش حاجه. انت طول الماتش عمال تدافع عمال تدافع، ومنتخب السنغال عمال يضغطك في نص ملعبك. انت تشلت الكرة وتديها لهم، تشلت الكرة وتديها لهم. طب ايه يعني؟ طب اخرتها ايه؟ وبعدين يا صلاح انت مالك يا صلاح؟ بتلعب ليه بالطريقه دي؟ ولا كرة متشاته على الجون؟ وفين مرموش؟ وبعدين مش منزل مصطفى محمد ليه يا حسام؟ ليه؟ احنا طول المباراة يا جماعة عمالين هم ضغطنا، ضغط 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 ضغط. شناوي يشيل ضغط. الحكم مش هيديك حاجة. الحكم لا يمكن يديك حاجة. الحكم تحسه اساسا ما تفهمش فيه ايه يعني. تحس ان فريق السنغال بيلعب 11 والحكم معاهم 12. كان في ضربة جزاء لأحمد سيد زيزو، ما حسبهاش في الشوط الثاني. برضه مش فاهم ليه. الكرة اللي شاتها ساديو ماني لمست في دراعه وراح شايتها، دخلت جون. ما راحش بص على الفار في اي كرة. لعيبة السنغال شغالين ضرب وخبط في اللعيبة المصريين. ولكن اللي عايز اقوله لكم ان المنتخب المصري حرفيا سلم المباراة لمنتخب السنغال. احنا طول المباراة عمالين ندافع 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 ودون اي جدوى، مفيش اي جديد، دفاع وبس. طب انت المفروض بتلعب نص نهائي. المفروض انت تضغطهم. انت افتكرت ان انت تهاجم بعد ما حطوا فيك جون، وبعد ما خلاص كان الوقت خلاص في الدقيقة تقريبا 87 ولا 88. طب انت كنت فين بقية المباراة؟ ما جيتش. منتخب مصر ما جاش النهارده خالص يا جدعان. منتخب مصر ما جاش في مباراة السنغال خالص. وزعلانين ان هم طالعين بيعملوا فيديوهات ويقولوا لك التلاتة بونت في جيبنا، ومنتخب المصري في جيبنا. احنا فعلا النهارده هم حطونا في جيبهم وامنوا علينا و100 فل 14. حسام حسن لم يقدم اي جديد. هو الطريقه طب انت ربنا سبحانه وتعالى اكرمك في ماتش كوتوفوار وقعدت تدافع ولعبت على الهجمه المرتده وجت معاك وعدينا بفضل الله عز وجل. طب وبعدين انت المفروض منتخب السنغال منتخب كله لعيبه جامده وكله لعيبه بتلعب في دوريات اوروبيه. انت المفروض تنزل تحرجهم، تنزل تهاجم، توريهم هجومك. انزل مصطفى محمد، انزل مهاجمين، انزل صلاح محسن، العب هجومي. يعني ايه الفايده ان انت طول الماتش عمال تدافع تدافع تدافع؟ هم يهاجموك وانت تدافع. طول المباراة شغال شليت. عمنا اسمه ده حمدي فتحي يشلت، حسام عبد المجيد يشلت، ياسر ابراهيم يشلت، حتى الشناوي يشلت. كله بيشلت، محدش بيلعب اي جملة مفيدة للفريق المصري طوال المباراة. مفيش الا باستثناء بعد ما اتحط فينا الهدف. هم كام هجمة رحنا بيهم كده؟ لا يعني ما يطلعوش هجمتين ثلاثة. وصلينا على النبي على كده ومفيش اي حاجة تاني. فالمنتخب السنغالي النهارده احرجنا وادانا على عينينا. وفعلا المنتخب السنغالي هو عقدة المنتخب المصري. واحنا بسم الله ما شاء الله النهارده المنتخب المصري لم يحضر، ما جاش في مباراة السنغال. وحسام حسن لو فضل بالطريقة ديت وبالاسلوب ديت، ادي دقني اهو انا اتفقوا كده. لو طلعنا لو عدينا الدور الاول في كاس العالم. منتخب السند طبعا في النهايه هارد لك للفريق المصري. و... ويا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت حسام يمشي. والله يا ريت حسام يمشي بجد يعني. كفايه كده حسام حسن، كفايه حسام حسن. عشان احنا النهارده نفسيتنا تعبت في المباراه. والله احنا مش ناقصين يعني. احنا يعني ماشيين بعلاج. فيا ريت حسام يمشي،
كفايه كده. حسام ما قدمش حاجه. حسام كانت البطوله ديت بيفوز فيها على الله ان شاء الله، بركه ماشيه معاه بالبركه. انما غير كده انسى، هي ببركه ربنا المنتخب ده كان ماشي. الف مبروك للمنتخب السنغالي، و وهارد لك لمنتخب مصر اللي هو منتخبنا، هارد لك لينا. دايما وابدا انتظرونا في قناتكم، قناة استاذ مصر الاول محمد كريم. السلام عليكم.